كنت مطلقة بلا دخل، واليوم كنربح $100 يوميا من تربية الدجاج. مرات الحياة كتسد عليك من كل جهة وكتحسي براسك ضايعة، ما بقى عندك لا حلم لا هدف. أنا ما كنتش نتخيل يوم أنا نشارك قصتي، لكن حبيت نكتبها، يمكن شي وحدة تقراها وتلقى فيها أمل جديد. أنا اسمي أمينة، سيدة مغربية مطلقة وعايشة في ضواحي مدينة مكناس. من بعد الطلاق رجعت نعيش مع والدي. الناس كانت كتشوفني بنظرة شفقة وكنت كنسمع الهضرة من ورا ظهري. رجعت عند دارهم، شنو غادي يدير بوحدها؟ ما خداماش، مسكينة. كنت نحس بالذل والوحدة، وكنت كنقول فين غادي بيا الزمان؟ شنو باقي عندي نعيش عليه؟ ما عنديش شهادة، ما عنديش مهنة، وما كانش عندي حتى راس مال نبدأ بيه شي حاجة. لكن كان عندي حلم صغير، حلم بسيط، يمكن حتى الناس تشوفه تافه، لكن بالنسبة لي كان أمل. فكرت علاش ما نربيش الدجاج؟ الناس ضحكوا، حتى ماما قالت لي دجاج؟ اش غادي يربحك الدجاج؟ لكن ما استسلمتش. جمعت شوية ديال الفلوس من اللي كانوا عندي وشريت 12 دجاجة، بنيت ليهم مكان بسيط في حديقة دارنا وبدأت نعتني بهم بحب. كل صباح كنفيق مع الفجر، نبدل ليهم الماء، نعطيهم الأكل ونراقب. بدت الدجاجات تبيض، وكان عندي يوميا 6 إلى 8 بيضات. ماشي ثروة، ولكن كانت البداية. بديت نبيع البيضة في الحي، صورته ونشرت في الفيسبوك، وفوجئت بأن الناس كيتصلوا بيا، بغين البيض البلدي الطبيعي. طلب كبر وأنا زدت 30 دجاجة أخرى. من ثم الأمور ولت كتكبر بسرعة. اليوم الحمد لله كنربح تقريبا $100 يوميا من بيع البيض والكتاكيت وحتى الدجاج البلدي. أنا اليوم ماشي ضحية طلاق وماشي امرأة ضعيفة. أنا أمينة، سيدة بدات من والو وخلات الدجاج يفتح ليها باب الرزق والكرامة والحرية. إذا كنت مطلقة أو بلا دخل أو تايهة، بغيت نقولك ماشي ضروري تبدأي بحلم كبير. أحيانا دجاجة واحدة كافية باش تبدأي حياة جديدة. وهذا القناة تاع عالم الحيوانات هي قناة غادي نشارك معكم فيها كاع المعلومات لا تحتاجوا في مجال تربية الجيونات.